وذكر ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيه وقال لنا إن هو ده اللي هيحمينا من العذاب. استغفر الله العظيم. الألف والسين والتاء معناها طلب، فأنت بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى المغفرة. هو مش دعوة أنت بتدعيه فيها يا رب اشتغل يا رب اتجوز، هو ذكر بيغفر الذنوب الله سبحانه وتعالى بيه، ومغفرة الذنوب دي بيتبعها ثوابا من الله وكرما وهبة منه سبحانه وتعالى ومنا ان هو بيديك كمان ارزاق في الدنيا. الذكر ده بيعلمك رقم واحد ان انت اصلا بتطلب بيه المغفرة من الله سبحانه وتعالى. اصل مجرد ان انت تطلب المغفرة يبقى انت عرفت مقام الحد اللي انت غلطت في حقه. عشان كده كانوا دايما يقولوا ما تبصش لحجم المعصية اللي انت بتعملها، ولكن انظر لحجم من عصيت. هو انت بتعصى مين اصلا؟ مش فكرة المعصية نفسها عاملة ازاي، هي فكرة احنا بنعصى مين اساسا، هو مقامه هو اصلا في حق مين، هو مين اللي اطلع عليك وشافه، هو مين اللي اتكتب وهيقرأ عليه يوم القيامة. تاني حاجة، كتير من الذنوب اصلا لو تبنا عنها واستغفرنا منها كتير جدا من المشاكل اللي في حياتنا هتتحل، وكتير جدا من الارزاق الممنوعة عننا بسبب ذنوبنا هتؤتى لينا ان شاء الله بسبب المغفرة من الله سبحانه وتعالى دي. كل ذنب بنعمله بينكت في القلب نكتة سوداء. فتخيلوا بنعمل كام ذنب في اليوم، فتخيل لو انت طول النهار بتعمل ذنوب وبعدين جيت في اذكار المساء رحت قلت 100 استغفر الله العظيم، فكأن ال 100 استغفر الله العظيم دي مسكت كل الذنوب اللي انت قعدت تشخبط بيها على قلبك وقعدت تنظفها عشان يرجع تاني ابيض وتقابل ربنا سبحانه وتعالى بيه، ما تبقاش تقيل وانت ماشي في الدنيا.